السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. طبعا يا استاذ، المقابله اول سؤال مهم جدا، الفرق بين الطباق والمقابله. فانا اجاوب على السؤال ده ماشي. انا عارف ان الطباق يا استاذ اول حاجه حصول التوافق بعد التنافي، وانه اضحك وابكى، ادي واحده. اتنين، بيكون بالمعنى واحد من جهة ومعنى واحد أيضا من جهة أخرى، ده الطباق. وأما المقابلة حصول التنافي بعد التوافق، ودي الحمد لله شرحنا بالتفصيل يعني قبل كده. اتنين، بيكون بالمعنيين من جهة ومعنى من جهة أخرى، أو 3 إلى 6 معاني يا أستاذ عادي. وطلعنا من النقطة دي يا أستاذ إن الطباق، إن المقابلة أعم وأشمل من مين؟ من الطباق. لأن الطباق بيكون بمعنى واحد، أما المقابلة بيكون إيه؟ معنيين وما يقابلهما او اكثر بقى. تمام. قال لي بعد كده شروط حسن الطباق او المقابله. ايه اللي يخلي الانطباق والمقابله يا استاذ لهم او ان هم يكونوا حاجه فعلا لهم دور كويس في الكلام؟ انت يكون في عندها موقعهم لا، هو قال لك ان ياتي عفو الخاطر. اول حاجه عفو الخاطر، نحفظ كده، ان ياتينا عفو الخاطر دون تكلف. هم جايين لوحدهم كده، مش جايين عافيه عشان يحلوا في الكلام. اتنين، المعنى اللي استدعاهم، المعنى اللي استدعاهما يا استاذ. 3، ان يؤدي دورهما او دورهما بقى في الكلام على حسب مقتضى الحال، لهم دور بيأدوه. يبقى الشروط الحسن يا استاذ عفو الخاطر، معنى استدعى، دور، ليهم دور في الكلام. نحفظهم كده 3 نقط كده، نحفظهم عشان لما اجي نكتب مره واحده هنحفظهم مره واحده يا استاذ. نعم. يقول لي المصطلح البلاغي التعبير اكثر من معنى ثم التعبير بما يقابل معنى المذكور ثم يقابل، يبقى اسمه ايه ده يا استاذ؟ ها؟ التي المقابله. ما هو قال لك اكثر من معنى بقى، وان يؤتى بمعنيين متوافقين او اكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، برضو الايه؟ المقابله. لا، او اكثر، يبقى مقابله على طول. تمام كده؟ تمام. فلا الجود يفنى المال والجد، ولا البخل يبكي المال والجد مدبر. هنا بقى المقابله من كم معنى ومعنى يا استاذ؟ هو عايز يقول لك كده بقى. ها بين ها براحتك خالص. شاطره. بين كام؟ 3 مع في بقى 3، الجود بالبخل. تمام. يفني يبكي. ها وقال لك يا استاذ مقبل بمين؟ بمدبر، يبقى 3 ب3. قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ ده تقابل ايه؟ صور التقابل الاربعه. ها العدم والملك. العدم والملكه يا استاذ. نعم. ان الابرار لفي نعيم، ما تحته خط مجاز مرسل. نعيم وجحيم يبقى اوتوماتيك يا مستر تبقى العلاقه ايه؟ حاليه. ده درس المجاز المرسل المفرد يعني. وعلى راسي، بصي، على رأس في رجل، عبد حر، تاج قيد، عز ذل، يزين يشين. 6 بإيه؟ ب6. وهو مثال واحد على فكرة بس، يعني مثال واحد 6 ب6. والمثال اللي بعد أزورهم، خلي بالك، أنساني. وسواد الليل يا أستاذ، أو سواد ببياض، والليل بالصبح يشفع لي، يشفع يغري لي بي. 5 ب5. يبقى المثال الوحيد ده 5 ب5، والوحيد ده ب6 ب6، مفيش امثله تانية. وصلت كده؟ تمام. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا ايه؟ الا شانه. ها دي معنيين. اللي هو جمله ما دخل الرفق بجمله وما نزع من شيء، وزانه بشانه. يا استاذ يبقى 2. فاما من اعطى واتقى، 4 بايه؟ 4 ب4. 4 ب4 يا استاذ.
طبعا أعطى ببخل، اتقى يا ربي طغى، والصدق بالكذب، واليسر بالعسر. نعم. وأزلفت الجنة. طيب. دي هتبقى بقى نعم. دي المقابلة. تمام. من كم معنى؟ أزلفت، برزت، الجنة، الجحيم، متقين غاوين، يبقى كم معنى؟ 3 ب3. 3 ب3. والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. هنا بقى بالمعنيين بقى اتنين زي ما انت قلت. مقابلة بين ايه ده وانا بكتب فين؟ احنا فوتنا واحدة يعني، بس ماشي. الأول نحل الأول الأبرار وبعد كده نشوف طبعا ده مقابلة يا أستاذ. والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. الأسفر برضه نفس ده الكلام برضه ايه؟ ده ايه؟ ده مقابلة يا أستاذ. طيب. وباطل الخير فيكم بيمينه، وقابل شر عنكم بشماله. استني بقى، بس مقابل بكم معنى ومعنى؟ طبعا دي مقابلة يا أستاذ. أنا آسف، لا ده فيكم، عنكم، شمال، ويمين، يبقى مش 6 ب3، ده 4 ب4. عذرا يعني 4 ب4. تمام كده؟ 4 معاني ب4 معاني يا أستاذ. فواعج كيف اتفقنا، فناصح وفي ومطي عن الغل غادر. في البيت مقابلة يبقى احنا قلنا بصي 5 ب5 مثال واحد، و6 ب6 مثال واحد بس. يبقى انا عندي يا ب3 يا ب2. يعني انت فاهم الفكرة؟ يا ب3 ايه؟ يا ب2 يا أستاذ. نعم. فواعجب بقول لك كيف ايه اتفق، فناصح، ناصح، وفي، مطوي، وغادر. مقابلة بقى. مقابلة يا أستاذ لو قلنا يمحو بقى عكسها يحق، يثبت بقى الحق ويقويه. تقابل اعتباري وفي قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا. هو بيتكلم على صورة التقابل الاعتباري المربع اللي احنا عارفينه يا أستاذ. ليه بقى تقابل اعتباري يا أستاذ؟ ها. عارفة ولا جاوب؟ قولها كده يا مستر. الإحياء والإماتة يتقابلان باعتبارهم يتعلقان بجسم واحد، جرم واحد. هما كده كده هيتقابلوا أصلا. ما هو الواحد هو حي اهو، وكده كده هيموت. فده تقابل اعتباري لأنهم هيتقابلوا في الجرم ده أو الجسم ده يا أستاذ. وصلت؟ وقلنا المقابلة أوسع من الطباق لأن المقابلة تشمل على معنيين أو أكثر، عكس الطباق معنى واحد. يشترط في المقابلة تضاد الصريح المباشر بين المعاني المتقابلة. في المقابلة تضاد الصريح؟ طبعا لا يا أستاذ، الطباق تضاد الصريح، إنما المقابلة مش شرط فيها تضاد الصريح على فكرة. ممكن يكون صريح وغير إيه؟ صريح. وده وضحناه في الأمثلة لو أنت فاكرة. أنت معايا؟ نعم. يبقى لا يشترط، المفروض يقول لك لا يشترط. المقابلة أوسع من الطباق، صح ولا غلط؟ صح يا أستاذ، المقابلة أوسع من الطباق. المقابلة محاسة لفظية غلط، محاسة معنوية. الطباق حصول التنافي، بص طباق وتنافي لا غلط. توافق الأول. مقابل محاسة معنوية لها 6 صور، العبارة إيه؟ صح. النوع المحسن البديعي وباسط فيكم بقى، نحن وباسطه. ها يبقى 4 بإيه؟ ب4، وده حلها من شوية يعني. 4 معاني ب4 معاني. مقابلة يا أستاذ 4 معاني ب4 إيه؟ معاني. وتوضحي له في تقول له نوع الدرس أو المحسن إيه ونوعه إيه. فلا أنا إن أدناني الوجد باسم، ولا أنا إن أقصني العدم إيه؟ باسره يا أستاذ. 3 ب3. هو البيت ده أصلا فلا أنا إن أدناني الوجد باسم، ولا أنا إن أقصاني العدم باسر. مش موجودة يا مستر. 3 ب3 يا ولاد. أنا قلت 3 ب3. تمام. مثل ل 3 ب3 بقى. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. احفظي البيت لكل حاجة من دول يا أستاذ. 5 ب5 مثال واحد بس. الزروم وسواد الليل يشفع لي، وأنثاني وبيض الصبح يغري بي. نخلي بالنا جه قبل كده 21.
4 ب4 بقى، عايز تحفظ آية قرآنية براحتك، شعر ماشي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه؟ للعسرى. 2 ب2 ممكن نقول له يا مصطفى 2 ب2 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هاتي بقى هاتي يعني الأمثلة دي يا مستر، وشوف في كل نوع أسهل مثال إيه واحفظه. لو استفدت أو استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة، لايك على الفيديو، حاجة بس منك ولكن بتشجعنا إن شاء الله تعالى إن احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.